لما تجادي خلنا بسيس شري نيكا بسينا كالي بشيخ محمد زبوري بشيخ محمد زبوري يا آل ما تجادي خلنا بسيس شري نيكا بسينا كالي قبل الصبح أو بعد الصبح وينتهي بأي وقت. هذا نقطة واحدة. والشيء الثاني أي المواد الذين يدرسون هؤلاء الطلبة في هنا. إذن والشيخ يشير إلى هذه النقطة ونترك المجال للطلاب إن شاء الله. تفضل شيخ مشكورا ومأجورا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاقول بعد ما تكلفت منا ان شاء الله انا لا احب التفصيل العمل الذي فعلنا لله سبحانه وتعالى إخلاصا لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الضرورة تحتاج إلى كذا إلى البيان إن شاء الله. ونحن ندرس العلوم الشرعية كلها من المختصرات ومن المؤولات ومن الفنون الحديثية التي تبلغ 63 فنون، وكذلك فنون كلام الله سبحانه وتعالى، وكذلك اللغة العربية. كل ذلك يدرس في هذا المجلس إن شاء الله. سؤال هنا. أولا في أي وقت تبدأون الدرس حتى يعني المستمعين يكونوا على وضوح وعلم ويقين؟ يعني تبدأون الدرس بعد الصبح أو قبل الصبح بالاتصال؟ إن شاء الله نبدأ اتصالا بعد صلاة الصبح. بعد الصبح اتصال مباشرة بعد صلاة الصبح. تبدأون بأي مادة؟ نبدأ بالستة، بالكتب الستة. إما سنن أبي داود والتجريد يدرس إلى مسانيد، إلى السنن، إلى الصحة، إلى كلها. هذه الكتب الستة تستمر إلى كم ساعة حسب توقيت إثيوبيا؟ إلى 5 ونصف. معناه 5 ونصف حسب توقيت إثيوبيا. معناه 5 ونصف يعني 11 ونصف ساعة. 11 ونصف ساعة صباحا. وبعد ذلك أي مادة يدرس في هذا التفسير اللي هو تدرس وخرج إلى هنا. وبعد يعني التفسير هؤلاء الجماعة الذي نرى أمامهم يدرسون الآن ماذا بعد هذا؟ لأننا نحن الآن في سدد صلاة الظهر، أليس كذلك؟ إذن قبل الظهر الآن هؤلاء الشباب سيدرسون هذا الجمع الغزير. أي مادة؟ العقيدة. كتاب التوحيد وأصول الثلاثة، ثم البلوغ. جزاك الله خيرا. بعد الصلاة مباشرة تبدأون بأي مادة؟ بعد صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر نبدأ بالمختصر المسمى بالبلوغ. ثم بعد ذلك التجريد، مختصر التجريد. يعني التجريد ربما تستمر تدريس التجريد إلى العصر. بعد العصر إيش؟ بعد العصر مختصر النووي. اوكي. الرياض النووي. بعد ذلك بعد العصر نرجع إلى المطولات التي لم تدرسوها في الصباح. طيب، وهذا يستمر إلى ماذا؟ إلى المغرب أو إلى العشاء؟ إلى المغرب. وبعد ذلك إذن أيها المستمعون الكرام والمشاهدين في الداخل والخارج، والشيخ كما رأيتم وسمعتم أنه يبدأ الدرس من الصباح مباشرة بعد صلاة الصبح، وينتهي تدريسه بدون غداء إلا الفطور إلى صلاة المغرب. بعد المغرب والشيخ يتناول الغداء والعشاء معا عند المغرب. ليس هناك غداء الذي يتناول عند صلاة الظهر، ليس هناك، لأن الدروس متواصلة تتصل بعضها إلى بعض. لا يمكن أن يمشي إلى البيت أو يتناول الغداء
يعني في مثل هذه الحلقة. ولذلك نشكر الشيخ جزاه الله خيرا. هذا التدريس 6 سنوات، ربما أظن 30 سنة و40 هكذا، يعني أنا لا أتذكر بالدقة، لكن أنا درست هنا قبل 20 سنة يعني. ولذلك نشكر الشيخ. وخلال هذه السنوات تخرج من عند الشيخ أكثر من 100 علماء. إبتو كوليمي أكثر الذين تخرجوا وأتينا لهم شهادة أيوة فوق 100. طيب، والذي لم نؤتينه لا يعتبر أمثالي، يعني الذي يدرس وينفق بما ويقوم بالدعوة مثلي ومثله والشيخ سعيد ما شاء الله. نحن لسنا من المتخرجين وعلى مستوى العلماء، لكن الحمد لله نقوم بما لدينا، والله يتقبل إن شاء الله بإذن الله. إذن والشيخ تخرج عنده وأعطى الشهادة لأكثر من 100 علماء، بعضهم يدرسون في منطقة حرر، والبعض في بالي وفي جمة وفي مناطق إثيوبيا كلها يعني. الله أكبر، الله أكبر. بسبب الوقت، لأنكم الآن تنتظرون الشيخ لتتلقوا العلوم الشريعة من الشيخ، ولذلك أخذنا وقتكم حقيقة. سامحونا على هذا، ونشكركم على هذه المتابعة، ونتمنى للشيخ إن شاء الله أن يطول الله عمره. وأهم الاحتياجات في هذا الحلقة العلمية، أهم الاحتياجات، أهم المياه الصالحة للشرب والوضوء والنظافة، لأننا تطرقنا مشينا هنا وهناك، والأرض إن شاء الله واسعة، والأرض ممكن، لكن يحتاج إلى دعم لإخراج الماء من هذه الأرض. إن شاء الله في أقرب وقت سيكون الماء في هذه الحلقة العلمية المباركة ماء غفيرا الذي يكفي للشرب والوضوء والنظافة، حتى للزراعة في هذه الأرض الخصبة الطيبة. وسيكفي إن شاء الله هذا المشروع ليس لهذه الجماعة فقط، ليس لهؤلاء الطلاب فقط، حتى لأهل هذه المدينة إن شاء الله. سيبسط الله عليكم في أقرب وقت، ونتمنى للشيخ طوال العمر ودوام الصحة، وبارك الله فيكم وفي علمهم وفي أولاده، وجزاكم الله خيرا. إذا كان لديك ما تقول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة نتمنى للشيخ أن يجعل الله في كل ما بذل من الخيرات ومن العلم، أن يوفق الله سبحانه وتعالى عمرا طويلا في هذه المكان، كما وفقنا نظرته في هذه المكان، أن يوفقنا الله وإياه في جنات الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين، وما ذلك على الله بعزيز. ونشكر حقيقة المجموعة الكلة من الطلبة، أنتم بذلتم ساعتكم وجهودكم، وأقول نصيحة بأن تتقوا الله، ولمن اتقى الله سبحانه وتعالى يعلمه. وأقول كذلك للمتبرعين وللعون اليد أن تسامحوا لهذه المكان بالماء الصالحة، كما قال أستاذ الفاضل محمد نور. هذه من المحتاجات، من المتطلبات جدا وجدا، وكذلك الحمامات، لأن من الحمامات هو نصف من الإيمان ومن النظافة. إن شاء الله أنا بأقرب وقت، وأن تكون هذه المكانة منبع علم ومنبع ماء للكل حتى وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استخد يا رحماني استقافة دياني ملكي بيا لماني يا ربي خي خلني يا ربي خي خلني. استخد يا رحماني استقافة دياني ملكي بيا لماني يا ربي خي خلني يا ربي خي خلني. استخد يا رحماني استقافة